تعلن منسقية جامعات شمال وشرق سوريا عن المفاضلة العامة للعام الدراسي 2023-2024، والتي تضم كافة الكليات ومعاهد جامعات شمال وشرق سوريا ومعاهد إعداد المدرسين التابعة لهيئة التربية لشمال وشرق سوريا، والمعهد الصحي التابع لهيئة الصحة لشمال وشرق سوريا. تتوزع مراكز التسجيل في المفاضلة على 4 مراكز رئيسية هي: قامشلو الهلالية، مبنى جامعة روجافا، كوباني مبنى جامعة كوباني، الرقة مبنى جامعة الشرق، الشهباء، الأحداث مركز كبجي. الأوراق المطلوبة للتسجيل: صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد أو هوية تعريف لمكتومي القيد، 8 صور شخصية جديدة، النسخة الأصلية من شهادة البكالوريا، وثيقة من الكومين، وثيقة من مجلس عوائل الشهداء بالنسبة للأبناء، أخت، أخ، أم، أب وزوجة الشهيد، وثيقة من الدفاع الذاتي للطلاب الذكور ذوي المواليد التالية: 1998 1999 2000 2001 2002. مراحل التقدم للمفاضلة وآلياتها: 1. يبدأ التسجيل لكافة الطلاب في مراكز المفاضلة بدءا من 6 من الشهر التاسع عام 2023 ولغاية 16/9/2023. 2. سيتم فرز الطلبة الراغبين في التقدم على المفاضلة الأقسام التي تتطلب الامتحان، طلاب الفرع العلمي الحاصلين على 80% وما فوق على المراكز الامتحانية. 3. سيتم الامتحان بنظام الأتمتة بتاريخ 20/9/2023 في المواد التالية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء والعلوم. 4. الأقسام التي تتطلب الامتحان هي: جامعة روجافا، كلية الطب، هندسة العمارة البيئية، الهندسة الزراعية، هندسة البترول والبتروكيمياء، هندسة الحاسوب، هندسة الاتصالات، هندسة الميكاترونيك والبيوكيمياء. جامعة الشرق، الكلية الطبية، الهندسة الزراعية. جامعة كوباني، المعهد الطبي. هيئة الصحة، المعهد الصحي الطبي. 5. إعلان نتائج الامتحان في 24 من الشهر التاسع 2023. 6. بعد صدور النتائج ستستقبل مراكز المفاضلة الطلاب لتسجيل رغباتهم، 15 رغبة ما بين 26/9 إلى 2/10/2023. 7. الطلاب الغير المتقدمين للامتحان من الشهادتين العلمي والأدبي سيتم قبولهم حسب علامة البكالوريا. 8. الطالب الذي لم يقبل في إحدى الاختصاصات التي تتطلب الاختبار سيقبل حسب علامة البكالوريا وفق جدول رغباته. 9. سيتم الفرز على الاختصاصات حسب رغبة الطالب والاستحقاق التفاضلي والقدرة الاستيعابية لكل قسم. 10. كورس تدريبي لكليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة ما بين 29/9 إلى 6/10/2023. 11. فحص المقابلة للأقسام التي تتطلب المقابلة ما بين 4/10 إلى 6/10/2023. 12. تسجيل الطلاب في الأقسام التي استحقوها بعد النتائج النهائية ما بين 9/10 إلى 12/10 عام 2023. 13. البدء بالدوام الرسمي للطلاب الجدد بتاريخ 14/10/2023. ملاحظات: يحق للشهادات القديمة في التقدم للمفاضلة مع تحديد نسبة القبول لاحقا، يستثنى منها شهادات العام الدراسي السابق 2022-2023 ممن سجلوا في إحدى أقسام جامعات شمال وشرق سوريا أو في معاهد إعداد المدرسين في هيئة التربية أو معهد الصحي هيئة الصحة.